انت عمرك حسيت انك خايف من حاجة بس جواك صوت صغير بيقولك جرب؟ طب قرب. طب ما تخافش. طب عمرك شفت خروف وسمعت صوته بيناديك؟ لأ. طب استنى، عندي حكاية غريبة وإنها أغرب من الخيال. حكاية حصلت في قرية وأبطالها ولد وكبش وعيد. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى صحاب وأطفالنا الحلوين، ويا رب يكون عيد الأضحى السنة دي مليان فرحة وبركة ولمة حلوة. معلش سامحوني هي جت متأخرة، بس نزلت على حسب ميعاد تنزيل الحلقة. والنهاردة جايين نحكي ليكم حكاية شعبية جميلة فيها ضحك ومواقف وحكمة، ويلا نبدأ على طول. وكان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قرية صغيرة بين الجبال كان في ولد اسمه سليم، عنده 7 سنين. قلبه طيب بس ايه، بس بيخاف بسرعة. أي صوت عالي يخليه يستخبى ورا ماما. وكان في عادة في القرية كل عيد أضحى يجيبوا خروف يربوا شوية وبعدها يضحوا بيه ويوزعوا لحمه على الفقراء. وسليم كان بيخاف من الكبش جدا ويقول لا، الكبش ده بيزعلي، بيبصلي بشر، هيعضني والله. يا حبيبي ده خروف مش عفريت، ده بيقولك كل سنة وانت طيب. وراح بابا قال له ده حتى اسمه كبش العيد يعني فرحة العيلة. وسنة بعد سنة سليم كل ما يشوف الكبش يستخبى، لحد ما جت سنة وكل حاجة اتغيرت. السنة دي أبو سليم جاب كبش مختلف، كان لونه أبيض ناصع ووبره ناعم كأنه سحاب، وعينيه فيها طيبة مش طبيعية. وسليم وقف من بعيد بيبصله وبيسأل نفسه، هو الخروف ده مختلف؟ ده شكله مش بيخوف. وفجأة الكبش بصله وعينيه كأنها بتنادي عليه. وسليم حس بحاجة غريبة، رجليه بتتحرك ناحيته لوحدها. سليم مذهول، ايه ده، هو انا قربت؟ وبعد ما قرب لمس راس الكبش، واللي حصل بعدها ما يتوصفش. سليم حس بدفى وبنور وصوت داخلي بيقوله انا مش جاي اخوفك، انا رمز للتضحية. فاكر سيدنا ابراهيم لما حلم انه بيذبح ابنه، ولما ابنه وافق وربنا فداه بكبش؟ هو ده انا. رد عليه بصوت مرتعش وراح قال له ايوه انا بابا حكالي بس عمري ما فهمت المعنى. راح رد عليه الكبش وقال له بس التضحية مش خوف، دي طاعة وكرم ورحمة من ربنا. سليم رجع البيت ووشه منور وحكى لمامته وابوه كل حاجة. الأم كانت منبهورة قوي وقالت له هو أنت لمست الكبش بجد؟ دي معجزة يا واد. والأب بصله بفخر كده وقال له خلاص أنت كبرت يا سليم، بقيت راجل العيلة في العيد. وجه صبح العيد والتكبيرات مالية الجو وعمالة تردد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والناس خارجة للصلاة وسليم لابس جديد وماسك ايد ابوه وبيردد وراه. وسليم عمال يقول الله أكبر كبير قوي يا بابا. والأب يبتسم ويقول له زي قلبك يا بطل. بعد الصلاة رجعوا للبيت وكان وقت الذبح. سليم وقف جنب أبوه وبيبص للكبش بابتسامة وراح قال له شكرا إنك جيت وشكرا إنك علمتني. وبصله الكبش بعيون فيها سلام وتمت الأضحية واللحمة بدأت تتوزع. ومامته قعدت تجهز الأطباق وتقول دي الجارة أم زينب ودي للأرملة أم سامي ودي نحطها على باب الجامع. وسليم قاعد بحماس وانا هوصل الطبق للراجل اللي قاعد عند النخلة. والأب راح قال له برافو يا بطل، كده العيد يبقى عيد. وكده خلصت قصتنا وعرفنا إن ساعات بنخاف بس جوانا شجاعة مش واخدين بالنا منها. وساعات الخروف مش مجرد خروف، دي رسالة من السما إن العيد مش أكل بس، العيد ده حب وتضحية
ولمة حلوة ومشاركة. وسؤال حلقتنا: لو قابلت موقف بيخوفك هتتصرف زي سليم ولا هتستخبى؟ احكولنا في الكومنتات، وأجمل إجابة هنقول اسمها في الحلقة الجاية. يلا وروني يا حلوين. مع السلامة. وكل سنة وانتوا طيبين.